النهاردة هنعمل فراخ مشوية في الفرن بتتبيلة خطيرة ومعاها رز بسمتي مبهر طعمه يجنن. كوباية صغيرة زبادي ومعلقتين كبار معجون صلصة الطماطم، بعدين نص كوباية زيت وممكن أقل لو حبيته، معلقة صغيرة توم مفروم، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة متوسطة بهارات فراخ، معلقة متوسطة كركم، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة مرق الدجاج بودر، ملح وفلفل اسود. هنقلب كل المكونات كويس جدا لحد ما التتبيلة تبقى كريمي وغنية. هنتبل الفراخ كويس قوي من كل الجهات، وبعد كده هنسيبها في التتبيلة ساعتين، وممكن نسيبها ليلة كاملة في التلاجة قبلها بيوم. هنحطها في الصينية ونحط معاها اي خضار انتوا عايزينه، ونزودها كوباية مية وندخلها الفرن على درجة حرارة 200. بالنسبة للرز، كوباية الا ربع من الزيت هننزل عليهم ببصلة متقطعة لحد ما البصل ياخد لون ويبقى ذهبي كده، وبعدين هننزل عليهم بطماطم مبشورة. هنحط ملح وفلفل اسود ونغطي عليها ونسيبها على نار هادية لحد ما تتسبك. هنكون مجهزين معلقة صغيرة كزبرة، معلقة صغيرة كركم، معلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة توم باودر وبصل باودر، ونص معلقة صغيرة من الحبان المطحون. هنقلبهم كويس. كوبايتين رز بسمتي مغسول، وهنزود مية مغلية فوق الرز، يعني بقد قيمة عقلة صباع كده، ونغطي الرز ونسيب الرز على نار عالية لحد ما الرز يتشرب ميته. هنحط جزرتين مبشورين ونهدي النار ونسيبه يستوي على البخار بتاعه، وهيطلع مفلفل وطعمه تحفة. وبكده تبقى عندنا احلى وجبة فراخ مشوية مع الرز البسمتي المبهر. جربوها ومش هتندموا، ومتنسوش تعملوا لايك وسيف للفيديو عشان هتحتاجوه.